شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده شباب تاني اعدادي مع نيمو في الساينس ناخد الدرس التاني، بقيته كده يبقى يونت 1 خلص، وهنزل لكم الاسبوع ده برضو درس بتاع يونت 2. احنا خدنا المره اللي فاتت الدرس بتاع يونت 1 ليسن 2، وقلنا ان انواع الويف موشن. كان الدرس بيتكلم عن ويف موشن صح؟ تعالى كده افكرك كنا بناخد ايه. سيبك من ده، دي حاجه تالته اعدادي. يلا بينا. الحصه اللي فاتت اخدنا ان الويف موشن كلاسيفايد بتتقسم according to على حسب حاجتين. ايه هما؟ على حسب الدايركشن of propagation، direction of propagation يعني اتجاه الانتشار، وعلى حسب الability to propagate، الability to propagate القدرة على الانتشار. قال لي على حسب الدايركشن of propagation خدنا نوعين، حاجة اسمها transverse wave وحاجة اسمها mechanical wave. اما في الability to propagate خدنا حاجتين، حاجة اسمها electromagnetic wave وحاجة اسمها mechanical wave. تعال نشوف ونقارن ما بين كل نوع والتاني. قال transverse wave بتكون في البارتيكل of media vibrate perpendicular to the direction of propagation. بتتكون من كريست ترف كريست ترف كريست ترف. كل ده خدنا الحصه اللي فاتت. طب الميكانيكال ويف قال لي لا، الميكانيكال ويف فيها البارتيكل اوف ميديا زي السوسته لما شدها كده بالعرض. فايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان السوسته حتت ضيقه حتت واسعه، حتت ضيقه حتت واسعه، يعني البارتيكل اوف ميديا فايبريت ات ذا سيم دايركشن اوف بروباجيشن. ديت بتتحرك فوق وتحت فبقول عليها بيربنديكولار، لكن دي بتتحرك يمين وشمال فبقول عليها ات ذا سيم دايركشن اوف بروباجيشن. دي بتتكون من كريست اند ترف. دي بتتكون من اللازقه في بعضها دي اسمها ايه؟ كومبريشن، والبعيد عن بعضها اسمها ريرفاكشن. كل ده خدناه الحصه اللي فاتت بالتفاصيل. طيب الابيليتي تو بروباجيت القدره على الانتشار، قال لي الكترومagnetic لا زي مين؟ قال لي زي اللايت. ايوه، يعني ايه صفاتها؟ قال لي هي نوع من انواع الويف اللي not need media to propagate، ما بتحتاجش اي حاجه تساعدها انها تتحرك، بتتحرك لوحدها من غير هواء من غير اي حاجه. يبقى not need media to propagate، ما بتحتاجش اي حاجه عشان تتحرك. زي مين؟ قال لي زي اللايت، زي الانفراريد، زي الراديو ويف. طب تعالى عند الميكانيكال ويف. قال لي الميكانيكال زي الساوند، لازم يكون في هواء عشان تقدر يتحرك. يعني لو 2 علماء فضاء موجودين فوق في الفضاء مفيش هواء، فمهما نتكلموا مش هيسمعوا بعض، مش هيسمعوا. ليه؟ because the sound is mechanical wave that need media to propagate. بيحتاج ميديا عشان يقدر يتحرك وينتشر، فبيحتاج هواء. يبقى need media to propagate. زي مين؟ قال لي زي الساوند الصوت. وقال لي في حاجة مهمة جدا، ان الالكترومagnetic ويف بتكون هاي سبيد سريعة جدا جدا، لكن الميكانيكال ويف بتكون لو سبيد بطيئة. وخدنا عليها اسئلة جيف ريزون كتير، وخدنا عليها اسئلة كتير. طيب النهاردة انا هاخد ايه؟ هاخد البروبرتيز او الكونسبت اوف ذا ويف موشن. الويف موشن ايه صفاتها او ايه الكونسبت اساسياتها
اللي بتتكون منها. تعالى نشوف. قال لي ال properties of the wave motion 4 حاجات. حاجة اسمها wavelengths برمز لها بالرمز ده، الرمز ده اسمه لامدا. وحاجة اسمها amplitude، وحاجة اسمها wave velocity السرعة برمز لها بالرمز ده v، وحاجة اسمها wave frequency برمز لها بالرمز ده زي حرف ال V كده. يبقى أنا عندي wavelengths amplitude و velocity و frequency. طب واحدة واحدة، ايه هي ال wavelengths؟ تعالى امثلها لك. لو أنا عندي transverse wave اللي هي بتتحرك perpendicular to direction of propagation، ايه هي ال wavelengths؟ قال لي ال wavelengths هي distance between two successive crests. المسافة دي هي دي ال wavelengths، أو ال distance between two successive trough. المسافة دي بسميها wavelengths. طب لو أنا عندي longitudinal wave، قال لي longitudinal wave بتتكون من كده، بص: compression rarefaction compression rarefaction. طب الويف لينث هي عبارة عن ايه؟ قال لي هي distance between two compression، دي كده wave length، او هي distance between two rarefaction، دي كده اسمها wave length. اتفقنا؟ يبقى يعني ايه wave length؟ distance between two crest او distance between two trough او distance between two compression او distance between two rarefaction. اوكي، تعالى نشوف، يلا بينا. اهو هنبدأ بالويف لينث. اهو بص برمز لها بالرمز لامدا. بتاعة الترانسفيرس ويف اللي هي distance between two successive crest او two successive trough. طب بتاعت اللونجيتيودينال ويف اللي هي distance between two successive compression أو two successive rarefaction. اتفقنا؟ ما فيهاش حاجة وسهلة خالص. اوكي، تعالى نشوف. اهو بص، two crest دي كده اهي wave length، أو two trough دي كده wave length، أو two rarefaction اهو دي كده كلها wave length، او two compression اهي دي كلها wave length. اوكي ماشي، موضوع سهل مفيش اي حاجه. طيب ايه القانون اللي اقدر استخدمه علشان اعرف الويف لينث؟ قال لي الويف لينث بتاعت transverse wave هي 2 time horizontal distance between the successive crest and trough. يعني two successive crest أو two successive trough distance between them هي الويف لينث. القانون هو التعريف اللي احنا قلناه، مفيهوش حاجة. وفي اللونجيتيودينال قلنا distance between center of mean of compression أو center between two rarefaction. ماشي. طيب تعالى نشوف بيقول لي ايه. A transverse wave, the distance between its successive crest and trough is 5 meter. بص ادي transverse wave، تعالى نرسمها. ادي transverse wave، بيقول لي distance between crest and trough يعني المسافة دي كده 5. طب انا عندي الويف لينث هي المسافة ما بين مين ومين؟ قال لي المسافة ما بين 2 كريست. طب دي كده بس اسمها كام؟ مدهاني بكام؟ ب5 اهو 5. يبقى انا هاخد دي كمان معاها نفس المسافة، يبقى 5 تايم 2 يعني 10. شكرا من غير ما تحفظ قانون، انت لو فاهم الرسمة خلاص. اوكي، وهو ده اللي اعتمدت عليه دلوقتي. طيب في اللونجيتيودينال ويف تعالى نرسم لونجيتيودينال ويف. انا واحد فاهم مش حافظ. ادي اهو compression rarefaction compression
rarefaction. طيب بيقول لي distance between the center of the first compression، ادي ده الفيرست compression and that of the third compression. طيب تعالى واحدة واحدة نرسمها تاني عشان هو عايز التالتة. بص اهو compression rarefaction compression rarefaction compression rarefaction. يلا بيقول لي المسافة ما بين الفيرست compression، ادي الفيرست compression and third compression، ادي 1 2 3 و third compression، المسافة دي كلها بكام؟ 15 متر. قولي لي الويف لينث. المفروض ان الويف لينث هي ايه؟ الديستانس between two compression اللي هي دي. لا ده هو جايب لي كل ده، يعني ادي كده دي ويف لينث. طب ما من هنا لغايه هنا دي ويف لينث تانية، لان هي كومبريشن وكومبريشن. يبقى ال 15 دي فيها كام ويف لينث؟ 2. يبقى 15 divided 2 يعني هتطلع 7 and half. اتفقنا؟ يبقى من الرسمة انت ممكن تعرف تحل لوحدك. اوكي قال لي ديت بعض التحويلات عشان احول من، ركز معايا، متر لمليمتر. عشان احول من متر لمليمتر بضرب في كام؟ 10 باور 3. طب عشان احول من مليمتر، او بقى بص احول بقى من متر لغاية نانومتر، اعمل ايه؟ اضرب في 10 باور 6. الحاجات دي لازم تحفظها، ارقام انا نفسي ما بحبهاش فمش حافظاها. طب لو العكس، لو انا عايزه العكس من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، يبقى بعمل تايم 10 باور ماينس 6. اوكي الارقام دي لازم تحفظها. طيب تعالى نحل كام سؤال. What's meant by، ما معنى ان الويف لينث بتاع الترانسفيرس ويف is 1 مايكرومتر؟ واحده يعني ايه ويف لينث بتاع الترانسفيرس؟ قال لي الويف لينث بتاع الترانسفيرس هو distance between two crest او distance between two trough. طب يعني ايه الويف لينث equal 1؟ يعني distance between two crest equal 1 او distance between two trough equal 1 اهو. distance between two crest or two trough equal كام؟ 1 مايكرومتر. طيب what's meant by، ما معنى ان الويف لينث بتاع اللونجيتيودينال، هو اللونجيتيودينال الويف لينث بتاعتها هي ايه؟ distance between two compression او two rarefaction. طيب يبقى distance between two compression or two rarefaction equal 1 مليمتر. اتفقنا؟ السؤال اللي بعده. طيب يبقى احنا اول حاجه خدناها في البروبرتيز بتاعه الويف موشن، اول حاجه ويف لينث. يعني ايه ويف لينث؟ في الترانسفيرس distance between two crest او distance between two trough. طب في حاله اللونجيتيودينال distance between two compression او distance between two rarefaction. طيب تعالى نجرب نفسنا ونحل مسألة، يلا بينا. بيقول لي ايه؟ from the opposite figure determine، احسب لي the wave amplitude. بص هو كاتب لي ان المسافة دي كلها اهي 2 متر. 2 متر دي فيها كام امبليتيود؟ اهي امبليتيودية فوق وامبليتيودية تحت، يعني عندي 2 امبليتيود. يبقى انا بعمل ال 2 ديفايدد كام؟ 2 اهو. يبقى 2 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ 1. يبقى الامبليتيود ايكوال 1. ماشي. احسب لي الويف لينث. احسب الويف لينث ازاي؟ قال لي في قانون للويف لينث بيقول لي ان الويف لينث هو ايه؟ قال لي هو الديستنس كلها، المسافه دي كلها divided in number of wave، عدد اللفات. طب انا عندي ماشي مسافه لغايه كام؟ 16 على
عدد اللفات، تعالى كده نشوف هو عمل كام لفة. ادي لفة 1 2 3 4، يبقى ايه 16 divided 4 equal كام؟ تقريبا 4 اهي 4 متر. يبقى الويف لينث هي المسافة كلها الديستنس على النمبر اوف ويف، عدد اللفات. ماشي، الموضوع سهل قوي مفيهوش اي حاجة. طيب بيقول لي ايه؟ ركز كده معايا. بيقول لي compare between the two wave x و wave y. بيقول لي الامبليتيود بتاع ده كام؟ اهو 2، يبقى distance maximum displacement away from original point equal كام؟ 2. لكن هنا كام؟ equal كام؟ 4. بص اهي 4، رقم 4، يبقى maximum displacement away from original point equal 4 متر. ماشي خلاص. والامبليتيود هنا ماله 4 لكن هنا 2، يبقى بتاع ويف واي bigger than ويف اكس، اكبر من الويف اكس. اوكي، سؤال تاني بيقول لي what's meant by، ما معنى ان الامبليتيود اوف ميكانيكال ويف. الميكانيكال ويف ده زي مين يا ولاد؟ زي الساوند، والساوند ده بيكون ايه؟ لونجيتيودينال. اوكي، انا بديك بس جاست معلومه زياده مش اكتر. يعني ايه امبليتيود؟ قال لي هو اقصى مسافه بيتحركها بعيد عن الاوريجينال بوينت اللي هي المسافه دي. يبقى يعني ايه الامبليتيود equal 3؟ يبقى maximum displacement away from original point equal 3. ماشي. what's meant by، يعني ايه الامبليتيود بتاع الميكانيكال ويف equal 3؟ لسه حلنا. ماشي، يبقى احنا اخدنا wave length واخدنا amplitude. يعني ايه wave length؟ distance between two crest او distance between two trough او distance between two longitudinal او distance between two compression. طب يعني ايه amplitude؟ maximum displacement away from original point. طب يعني ايه velocity؟ قال لي احنا متفقين من الترم الاول، ما كنتش بديكوا الترم الاول. اوكي، الترم الاول كنا بنقول في حاجه اسمها velocity، سرعه، والسرعه هي ايه؟ distance covered by body in 1 second، المسافه اللي بيمشيها الجسم على التايم، الوقت. يبقى الفيلوسيتي هي ايه؟ قال لي اهو distance covered by wave in 1 second. دايما كنا بنقول قانون اسمه ايه؟ دي في تي، يعني السرعه equal distance over time، يعني الفيلوسيتي equal الديستنس اوفر التايم. طب افرض من المثلث ده او الدايره دي انا عايزه اجيب التايم، هخبي التايم، يبقى التايم equal الديستنس اوفر الفيلوسيتي، ديستنس اوفر فيلوسيتي. طب لو انا عايزه اجيب الفيلوسيتي جبناها خلاص. طب لو انا عايزه اجيب الديستنس بخبي الديستنس، يبقى الديستنس equal ايه؟ الفيلوسيتي تايم التايم، يبقى الفيلوسيتي تايم التايم. اتفقنا يا صديقي؟ اوكي، ده سهل مفيهوش اي حاجه. طيب اهو distance covered by body divided اهو اللي احنا لسه قايلينه ان الديستنس فوق الفيلوسيتي والتايم دي في تي، وعرفنا بنجيبها ازاي. اوكي طيب خلي بالك ان السرعه بتاعه الصوت على اي حاجه سوليد اسرع من الليكويد، والليكويد اسرع من الهواء. يعني انا لو حاطط ودني على خشب وحد بيتكلم انا هسمع الصوت اسرع. طب لو انا تحت الميه وفي حد بيتكلم انا هسمع اسرع من الهواء. هو ده اهو بيقول لي velocity of the sound through solid اكبر من velocity of the sound through liquid اكبر من velocity of the sound through air. طيب تعالوا نحل مع بعض كام سؤال. What happened? Sound wave transfer from air to water. ايه اللي هيحصل لو الصوت اتحرك من الهواء للميه؟ طب هو في الهواء كان بطيء، في الميه بقى اسرع، فايه اللي هيحصل؟ يبقى the velocity of the sound become faster، هيبقى اسرع اهي. the velocity of the sound will be increased، السرعه هتزيد. ماشي، السؤال اللي بعده موضوع سهل قوي. What's meant by، يعني ايه؟ A distance which covered by wave in water through 1 minute
equal كذا. طيب يعني هو جايب لي ان التايم اعملها كانها مساله. التايم بكام؟ 1 minute، انا عايزاه بالسكند، يبقى 60 سكند. طيب والديستنس دي جايبها لي بكام؟ 9 تايم 10 باور 4. هتشيل الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ايكوال الديستنس اوفر التايم، يعني 9 تايم 10 باور 4 ديفايدد 60. احسبها، المفروض هتطلع اهي 9 تايم 4 باور تايم 10 باور 4 ديفايدد 60، هيطلع الرقم ده متر بير سكند. اعملها كانها مساله. اوكي، يبقى احنا دلوقتي خدنا البروبرتيز بتاعه الويف موشن، خدنا الفريكونسي، خدنا الويف لينث، خدنا الفيلوسيتي، وخدنا الامبليتيود. في قانون بيضم كل دول على بعض، اسمه ايه القانون؟ اسمه law of wave propagation، قانون انتشار الموجة. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الفيلوسيتي دي كده الفيلوسيتي، اوكي؟ بيقول لي ان الفيلوسيتي equal الفريكونسي تايم الويف لينث. وطبعا من القانون ده احنا عارفين ان احنا ممكن نجيب اي حاجه، يعني الويف لينث هخبي الويف لينث equal الفيلوسيتي ديفايدد الفريكونسي. طب لو انا عايزه الفريكونسي هخبي الفريكونسي equal الويف لينث ديفايدد الويف لينث الفيلوسيتي ديفايدد الويف لينث. طب لو انا عايزه الفيلوسيتي هخبي الفيلوسيتي equal ايه؟ فريكونسي تايم الويف لينث. اتفقنا؟ اوكي ماشي، يبقى احنا عرفنا. طب يعني ايه فريكونسي اصلا؟ خدناها قبل كده الحصه اللي فاتت، قال لي هي number of wave per unit time، هي عدد اللفات في الثانيه الواحده. طيب اوكي، تعالى نحل مع بعض ونشوف. اولا انا عندي القانون بيقول ايه؟ لسه واخدينه اهو. بص، ان الفيلوسيتي equal الفريكونسي تايم الويف لينث. الفيلوسيتي equal frequency time الويف لينث. تعالى نعمل علاقة ما بين الفريكونسي والويف لينث طالما جنب بعض. يبقى بص اهي الفيلوسيتي ايكوال الفريكونسي على الويف لينث، بص دول تحت بعض، يبقى العلاقة ما بينهم انفرس، فانفرس يبقى الجراف نازل لتحت. كل ما الويف لينث تزيد كل ما الفريكونسي تقل. طيب تعالى عند العلاقة ما بين الفيلوسيتي والفريكونسي. القانون بيقول لي ان الفي ايكوال فريكونسي ديفايدد الويف لينث. انا عايزة العلاقة ما بين الفيلوسيتي والفريكونسي طالما جنب بعض فوق كده، يبقى العلاقة ما بينهم دايركت. دي اساسيات فيزيكس. دايركت يعني كل ما الفريكونسي بتزيد كل ما الفيلوسيتي بتزيد. طيب تعالى بقى نكتب القانون تاني برضو. الفيلوسيتي ايكوال الفريكونسي ديفايدد الويف لينث. انا دلوقتي عايزه اجيب العلاقه ما بين الفيلوسيتي والويف لينث. قال لي برضو العلاقه ما بينهم هتبقى دايركت، كل ما الويف لينث هيزيد كل ما الفيلوسيتي هتزيد. اوكي ماشي، اتفقنا. تعالى نحل كام سؤال ونشوف ايه اللي هيحصل. اولا give reason ليه الويف فيلوسيتي، ليه سرعه الضوء اللايت اند راديو ويف، والراديو ويف ما الاثنين دول يعتبروا ايه؟ الكترومagnetic ويف. ذا سيم السرعه هي in vacuum فوق في الفضاء او في الفراغ. although their frequency are different رغم ان الفريكونسي بيختلف. طيب هي الفيلوسيتي ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال الفريكونسي تايم الويف لينث. طب ما هي الفيلوسيتي ثابته في كله لان ده نوع واحد اسمه الكترومagnetic ويف، فطالما الكترومagnetic ويف الاثنين الكترومagnetic ويف يبقى سرعتهم ثابته. بس مين اللي بيتغير؟ قال لي الفريكونسي والويف لينث. الفريكونسي ومين؟ والويف لينث. يبقى because both of them is ايه؟ electromagnetic، الاثنين نفس نوع سواء لايت او راديو ويف، فبالتالي ليهم نفس السرعه. تمام، ودايما بتبقى قيمه ثابته 3 تايم 10 باور 8 متر بير سكند. طيب
انا خلصت الدرس، انا هحل معاك شويه ايه problems، مسائل. يلا بينا. calculate the wavelengths. هو عايز الwavelengths equal ايه؟ in meter، ماشي بالمتر. for a visible light wave frequency، يعني الفريكونسي بتاعته equal 5 time 10 power 4 هرتز. اتفقنا. and the velocity equal 3 time 10 power 8 meter per second. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان ال V equal ال F time ال wavelengths. هو عايز مين؟ ال wavelengths، عايز دي، عايز ال wavelengths. هخبي ال wavelengths هتبقى equal ايه؟ ال velocity divided ال frequency. يبقى ال velocity divided ال frequency. ال velocity هو جايبها لي ب 3 time 10 power 8 divided 5 time 10 power 4. تعملها على الكالكوليتر هيطلع ايا كان الرقم متر. تعال نشوف الاجابه اهو. الويفلنس ايكوال الفيلوسيتي ديفايدد الفريكونسي، يعني 3 تايم 10 باور 8 ديفايدد 5 تايم 10 باور 4 هتبقى ايكوال 6 تايم 10 باور ماينس 7. تعال نشوف مساله تانيه. اوكي. longitudinal wave، تمام، produced by spiral longitudinal wave عن طريق سوسته where distance between the first and the fourth rarefaction. يلا نرسم. comparison rarefaction comparison rarefaction comparison rarefaction comparison rarefaction comparison rarefaction. طيب هو بيقول لي المسافة ما بين الأول rarefaction ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، المسافة دي كلها ايكوال كام؟ 18. دي فيها كام ويفلنس؟ تعالى كده نعد، تعالى كده نعد فيها كام ويفلنس. ادي من هنا لهنا ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى انا هعمل ال 18 ديفايدد 3 اهي، 18 ديفايدد 3 يبقى الويفلنس الواحده بكام؟ ب 0.06 متر. ماشي. find the wave velocity، عايز الفيلوسيتي لما الفريكونسي بكام؟ 20. هي الفيلوسيتي ايكوال الفريكونسي تايم الويفلنس. الفريكونسي هو مديهاني 20 اهي 20، يبقى 20 تايم الويفلنس انا جبتها بكام؟ 0.06 متر، 0.06 متر هيديني الرقم اللي هيطلع اللي هو 1.2. ماشي. تعال نحل مسألة كمان. يلا. بيقول لي from the opposite figure، من الشكل اللي قصادي calculate the velocity of the wave if its frequency equal، يعني هو جايب لي الفريكونسي، جايب لي الفريكونسي equal 25 هرتز. طيب احنا عايزين الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ايكوال الفريكونسي تايم الويفلنس. هو جايب لي الفريكونسي، انا عايزه الويفلنس. الويفلنس هو الديستانس بين ايه؟ تو كريست، المسافه دي. طب انا اعمل ايه؟ هعمل، احنا عرفنا ان الويفلنس في قانون تاني بيقول لي هو ايه؟ الديستانس divided in number of wave. طب الديستانس 20، انا عندي كام ويف؟ ادي 1 ادي 2، يعني الويفلنس الواحده بكام؟ ب 10. طيب يبقى الويفلنس خلاص جبناها ب 10، يبقى الفريكونسي 25 تايم 10 بس 10 سنتيمتر هحولها لمتر فتبقى 0.1 متر، هيطلع لي الرقم 2.5. اتفقنا؟ اوكي. يبقى بكده احنا خلصنا الدرس التاني كله بيونت 1. هعمل لك درس الاسبوع ده برضو اول درس من يونت 2. يونت 2 سهله جدا، اسهل بكتير من يونت 1. هستناك تبعتلي لو كنت عايز اي حاجه، ويا رب اكون قدرت افيدك على قد ما اقدر. الحصه الجايه استنوني مع نيمو. باي باي.